طبعا انت بتعرفني بس يمكن ناسيني. انا اللي في صلة قرابة بيني وبين هاني القيسي اللي مرة كان عندك على البث، وكان هو فاتح البث وطلعنا سلمت عليه. قرايبه من بعيد تقريبا. ايوه بالضبط، وبكون ابن عم بابا. اهلا فيك استاذ احمد. اول اشي كل اللي عم بيصير كله ظلم بظلم، وانا مش يعني قد ما اخذت الظلم بهذا البرنامج ضريبه ان انا مرت انسان محترم مصري. انا اول ما فتحت المحتوى تبعي كنت بحكي فيه عن المراه المظلومه، وتعرفت على مروه فتره ودفعت عنها فتره واكلت منها ما اكلت وبعدت عنها نهائيا. ولما دخلت عند استاذه ليلى الشبح انا كنت ناهيه علاقتي مع مروه نهائيا. هذا واحد. اثنين، اللي المحاربه اللي انا تحاربتها في هذا البرنامج الله عالم فيها، بس كل اللي 7 شهور ما فت البث البرنامج كله او 6 شهور لحد امبارح كان طالع علي اشاعه انه الناس عم بتقول انه انا عامله فيديو مفبرك لمروه. الفيديو اللي طلع لها اللي انا طلعت من منصتي دفعت وقلت حرام دينيا وشرعا اللي عملتوه، بغض النظر العداوه بانها امراه عيب ينعملها هيك فيديو، وحاربت اللي عمله اللي كان ناشره استاذ محمد متولي على منصته. تمام، هذا الحكي يمكن من اكثر من سنه. فامبارح لهم 4 ايام بلطشوا انه انا عامله هذا الفيديو انا وهاله عصام. طلعت امبارح على منصه هاله عصام وكلها بنات، انا ممنوعه من جوزي اطلع على منصه فيها رجل. فطالعه بحكي بكل ادب وما اسأت ولا ذكرت اسم شخص. محمد متولي فتح البث تبع هاله عنده على المنصه وقعد يشتمني. طيب انا هو انا عامه بس برضه عشان ما نفتحش الموضوع تاني يا استاذه رندا، الراجل طلع واتكلم وقال ايوه ما يخصكوش الكلام ولا ليه علاقه بيكم ولا ليه دعوه بيكم. يا استاذ احمد على عيني وراسي، بس هو امبارح فتح البث تبعنا عنده وانشتمت انا وجوزي منه ومن كل الكومنتات اللي عنده عندي ما يثبت كلامي. مع هذا كله دخل اليوم جوزي الصبح وحكى اللي عنده يعني قالوا ما يجيبش السيره. لكن اليوم انا لمتى التوقيع اللي بيصير بيني وبين مدام ليلى الشبح. مدام ليلى الشبح انا من منصتك بقولها انا كثير حبيتها وعلاقتي مع اختها طيبه بالسعوديه. الشغل تعاون بيننا وبينهم الحمد لله. عمري ما اسأت. اذا ليلى الشبح عندها اي دليل ضد رندا الجندي اني انا اسأت ليلى الشبح انا مستعده اسمعه على طريقه منصتك. تواصلي معاها الكلام ما ينفعش على اللايفات يعني. انا حاولت تواصلي معاها استاذ احمد. انا حاولت ولكن على كل الاحوال انا ما بيهمني، انا اللي عايزني عيني واللي مش عايزني عينتين يعني. بس كنت حابه ان انا اطلع اعرفك فيا. وانا بالامارات عندي شركتي بالجرهود، جوزي مدير اتصالات اقليمي في الامارات شامل 7 امارات. شخص محترم. بنسمع اساءه احتراما لهاني مش عشان رندا، احتراما للقرابه اللي بينهم. الاساءه مرفوضه بكل شكل من الاشكال بالضبط، يعني يحترموا على الاقل. انا لعلمك احنا عندنا بالعيله صعب نطلع ونشهر ونقول هذا ابن عمي، وانا والله احتراما لهاني انا ما بطلع اصلا، صرت ما اطلع. لانه يعني حتى امبارح انا بعتيت له كلمني ولعلمك احكي انت وهاني بينك وبينه، قل له رندا شو ساعدتك بموضوع مروه، هو هيقول لك. اذا انا مع مروه هوقف معك بطريقه غير مباشره ومع هاني ومع استاذ عمر المحبه؟ لا طبعا. لما سالت واجاي تليفونات هون وانا بالامارات وانسالت جاوبت ما يرضي الله وقدمت اللي بقدر عليه لهاني. فعيب هذا الحكي وعيب الظلم. وبعدين مهما كان اول على الاخير مروه بنت مصريه، يعني امراه مثلها غلطت بس مش انا ادفع ضريبتها. واتهامات من غير دليل. بس انا كثير مبسوطه طلعت معك والي الشرف اللي اكون معك والي الشرف انه يكون واحد من قرايبي معك. انتوا ايد بايد وهذا الشيء شرف لإلي. وبتمنى من كل عم بيسمعني ظلم ظلمات يا جماعه واتقوا رب العالمين. انا وصلت بيني وبين جوز الطلاق بسبب هذا البرنامج وبسبب الاساءه اللي بتسووها له. ايه اللي مخليكي يعني ماسكه في البرنامج؟ يعني مش عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منه ايه طيب عشان توصلي قبل ما تنصحها بس حاج نرجع بس للحته دي تاني نسمع نسمع معاها الكلام ما ينفعش على اللايفات يعني. انا حاولت تواصلي معاها صفا قلبي. انا حاولت ولكن منوره يا ملك. انا ما بيهمني، انا اللي عايزني عيني واللي مش عايزني عينتين يعني. بس كنت حابه ان انا اطلع اعرفك فيا.
وانا بالامارات عندي شركتي بالجميل، جوزي مدير فلسطيني في الامارات، شايف تسلمي على البحوث. الامارات، شخص محترم. بنسمع اساءة احتراما لهاني، مش عشان رندا، احتراما للقرابه اللي بيننا. الإساءة مرفوضة بكل شكل من الأشكال. بالضبط، يعني يحترموا على الاقل، على الاقل. انا لعلمك احنا عندنا بالعيله صعب نطلع ونشهر ونقول هذا ابن عمي، وانا والله احتراما لهاني انا ما بطلع اصلا، صرت ما اطلع، لانه يعني حتى امبارح انا بعتيت له كلمني، ولعلمك احكي انت وهاني بينك وبينه، قل له رندا شو ساعدتك بموضوع مروه، هو هيقول لك. اذا انا مع مروه هوقف معك بطريقه غير مباشره، ومع هاني ومع استاذ عمر المحبه، لا طبعا. لما انسالت وجاي تليفونات هون وانا بالامارات وانسالت، جاوبت ما يرضي الله، وقدمت اللي بقدر عليه لهاني. فعيب هذا الحكي وعيب الظلم. وبعدين مهما كان اول على الاخير مروه بنت مصريه، يعني امراه مثلي مثلها، غلطت بس مش انا ادفع ضريبتها، واتهامات من غير دليل. بس انا كثير مبسوطه إني طلعت معك، والي الشرف اللي اكون معك، والي الشرف اني يكون واحد من قرايبي معك. انتوا ايد بايد، وهذا شيء شرف لإلي. وبتمنى من الكل عم بسمعني، ظلم ظلمات يا جماعه، واتقوا رب العالمين. انا وصلت بيني وبين جوز الطلاق بسبب هذا حبيبي البرنامج، هاني. بسبب الاساءه اللي بتسووها ايه له. اللي مخليكي يعني ماسكه في البرنامج؟ يعني مش انا بعدت يعني انت عنه يا بتستفادي استاذ، منه ايه طيب عشان انا توصلي استاذ مع احمد جوزك كنت عامله للطلاق اللي محتوى، انت كنت عامله بتقولي عليه؟ برنامج ضارب. ساعدتهم بفيديوهات وحاجات. وبعدين اسد، ايه رايك يا اسد في اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خيانه، خيانه يا صاحبي، ايه ده خيانه. يعني هي كانت مع مروه ولا ضد مروه؟